لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. حدد المدرب عادل رمزي قائمة اللاعبين الذين سيغادرون أسوار النادي في الميركاتو الشتوي القادم، وذلك بعدما أصبحوا خارج حساباته لما سبق من الموسم الكروي الحالي، حيث وضع المهاجم السنغالي بولي سامبو جونيور والمدافع الكونغولي أرسون زولا في القائمة من أجل فتح المجال أمام التعاقد مع لاعبين آخرين أجانب. وشملت القائمة أيضا المهاجمين زهير المصراشي وعماد الخنوس وصلاح الدين بنيشو، بالإضافة إلى اللاعب الشاب همام باعوش. كما طالب المدرب عادل رمزي بالتعاقد مع مهاجم دولي صريح في الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك لمعالجة العقم التهديفي للنادي لا سيما في المباريات الكبيرة والمعقدة. كما طالب بالتعاقد مع صانع ألعاب مخضرام ومدافع ينافس كل من الثنائي جمال حركاس وأمين أبو الفتح على مستوى خط الدفاع. ينتظر فريق الوداد وصول المهاجم الإيفواري فرانك بولي إلى مدينة الدار البيضاء في نهاية الأسبوع الحالي قصد خضوعه للاختبار من طرف الطاقم التقني للنادي الأحمر والوقوف على إمكانياته التقنية والبدنية لضمه في الميركاتو الشتوي القادم. وأكدت بعض المصادر أن فريق الرجاء بدوره يسعى لضم المهاجم الإيفواري فرانك بولي ومزاحمة الفريق الأحمر على الصفقة بالانتقالات الشتوية القادمة. ويرغب فريق الوداد في حسم صفقة المهاجم الإيفواري بعد تراجع مستوى المهاجم السنغالي بولي سامبو جونيور، مستغلا بذلك المداخل التي حصل عليها من المشاركة الأخيرة في مسابقة الدوري الأفريقي حيث بلغت 4 ملايير سنتيم.